حياكم الله مشاهدينا الكرام. نبارك للمنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني التأهل رسميا للدور المقبل، دور الثمانية من كأس العرب، وفلسطين تتصدر مجموعتنا والمنتخب السوري في المركز الثاني. مبروك فهد العتال، مبروك أحمد عزام. طبعا منتخب تونس المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومنتخبنا بأداء مخجل يقع في المركز الأخير، المركز الرابع، مستوى مخجل وليس أداء مخجل، لأن مستوانا على 3 مباريات خضناه في هذه كأس العرب لم نقدم ما يشفع لنا ولا يقدم حتى شيء الواحد اللي يوقف فيه مع اللاعبين أو حتى مع الجهاز الفني. واليوم كان أداءنا جدا باهت وغريب، ما في حتى يعني المستوى اللي يقول والله اللاعبين يبي يسوون شيء، يعني مثلا روح قتالية أو رغبة أو ما شابه ذلك. أنا أتصور هزيمة اليوم ووقوعنا في المركز الرابع وخروجنا من البطولة بهذا المستوى المخجل، مرة ثانية أقولها، هو درس لنا جميعا، ودرس أول واحد يتحمله مدرب منتخبنا لوبتيجي، وأيضا لاعبينا يتحملون معاه اللي صار لنا في هذه البطولة. المأمول واللي أتمناه إن شاء الله، أو أقول حتى الحمد لله أن جات الحين في هذه بطولة كأس العرب، بحيث أن احنا نعالج أخطائنا، نعرف سلبياتنا، نتغلب على الأمور اللي صارت لنا، ونقدم مستوى مشرف في كأس العالم. خالد سلمان. أول شيء أبارك لأخوي فهد، ألف مبروك، تستاهلون. أخوي أحمد ألف مبروك، تستاهلون التأهل وما قصرتوا، وأنتم مستحق الصراحة. المنتخبين اللي كان يستحق أنه يكون المتأهل من هذه المجموعة. خالد، قبل كل شيء احنا لما ننتقد للنقد، لا ننتقد للتجريح. النقد اللي أنا بتكلم عنه اللي هو رسم الهدف الموجود بالنسبة لنا في المشاركة في كأس العرب، هل هو لتحقيق البطولة أم المشاركة لإعطاء الفرصة لبعض النجوم لإبرازها؟ أنا أتوقع أن احنا نبحث عن البطولة. هاي البطولة الثالثة اللي ننظمها عندنا. عندنا منتخب بطل آسيا، يعني يمثل آسيا، حتى في هذه المشاركة هو يمثل قطر، لكن هو بطل آسيا. لا يمكن أن يكون يلعب بهذا المستوى والأداء الفني من مباراة إلى أخرى. ال3 مباريات مرمى 5 أهداف، هدف واحد ضد اللي قدر يسجله. يعني هناك معاناة فنية موجودة، خلنا نقول بشكل كبير. المعاناة الفنية، من إذا تكلمنا احنا ليش الهبوط الفني الموجود بالنسبة لنا، رقم واحد من يتحملها اللي هو لوبتيجي. لأن إذا كان الهدف المرسوم هو البطولة، ففي أفراد كان يجب أن يتم اختيارها من ضمن البطولة. وليش أنا أخليها هاي الأفراد؟ خوخي أبو علام، بيدرو، وكريم بضياف، هاي 3 يعملون لك الفارق مع الفريق. اللعيبة لو مصابين ما يلعبون مع ناديهم الآن في QSL، يشاركون. والآن الكل جاهز للاستعداد للمرحلة القادمة لما عند انتهاء البطولة. طبعا المشاركة بالنسبة للدوري والدوري الأبطال يبدأ. أنا كجهاز فني لما أجهز فريقي بشكل جيد من ناحية التشكيل بالنسبة للمنتخب. الأداء الفني كل مباراة تغيير 4 لعيبة غير منطقية. أصل بالأساس أنت أدائك الفني من مباراة إلى أخرى من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ. فالتغييرات اللي تتم بالنسبة للفريق هذه كلها تغييرات مؤثرة كانت على الأداء الفني بالنسبة للفريق وعلى الهزيمة. أنا لا أحمل اللعيبة هذه النتيجة، أنا أحملها الجهاز الفني اللي يكون فيها لوبتيجي، لأن يعني ما شفنا أي شيء بالنسبة للفريق في أرض الملعب يعني يعطيك أن هناك عمل موجود بالنسبة للفريق في الشكل الدفاعي وفي الشكل الهجومي. الشكل الهجومي الله رحمنا بأكرم، احنا موجود عندنا أكرم، إذا انشال من الفريق انشل الفريق تماما، لا يجوز، هذا منتخب. فيفترض أن يكون في لعيبة آخرين. التشكيل الموجود بالنسبة لليوم لإدارة المباراة، احنا كل مرة نتكلم عن إدارة المباراة بالنسبة للمباراة اللي يلعبها الفريق وبالنسبة للتغييرات اللي تم. اليوم أنا خسران المباراة ويجب أن أربح المباراة. تغييرات منطقيا بتكون على الشكل الدفاعي لأعزز الهجوم، ليس على الشكل الدفاعي انزين تقليلا من الهجوم. اشيل احمد علاء كراس حربه واجيب لي لاعب اخر كمدافع، انزل ادملسون مكان، يعني لخبطه الفنيه. انا يمكن في البدايه من اول مباراه احنا حضرنا مع بعض، خالد تكلمت وقلت في نسيت الجمله اللي قايلها انا، لكن
في لخبطه فنيه موجوده بالنسبه للمدرب في اداره المباريات، من ناحيه التشكيل في ارض الملعب، من ناحيه التغييرات الموجوده بالنسبه له، من ناحيه الوقوف على المباراه في ارض الملعب. لا يمكن. يعني وضحت الرؤيه عند الجميع، يتحدث ان انا في المباراه انا عندي همام على اليمين على اليسار، جاء اكرم على اليسار، همام يلعب على اليمين، ما يقدر يلعب همام على اليمين. التغييرات اللي بتتم بالنسبه لي، انا بشيل همام، بنزل ادملسون، بيصير عندي احمد علاء، همام، ادملسون في الهجوم، بضيف بعد 10 دقائق بنزل مونتاري، بلعب باثنين في رؤوس الحربه لاني لازم افوز، ابي اتاهل للدور القادم. اروح اغير في الدفاع، اغير هاشمي، اغير. لا يمكن. اللخبطه الفنيه خالد سببها الجهاز الفني، سببها الجهاز الفني اللي وضع هذا المنتخب انه يكون في هذا المستوى الفني الهابط. الصراحه بالنسبه لفريقنا يجب يعني انا كنت اتمنى يعني اذا بحول المعني في الاهتمام هذا او المسؤول عن هذا الاهتمام اللي هو الاتحاد لما اتكلم عن رئيس الاتحاد يجب ان يقف على هذه الامور الموجوده الفنيه الموجوده بالنسبه للفريق. هذا الفريق بهذا الشكل يعني حرام بالامكانيات الموجوده اللي تقدم من المسؤولين وتقدم بالنسبه للنظر دائما الى الامام. يجب أن تكون في جلسة فنية مع هذا المدرب لمعالجة الأخطاء الفنية. أما بالنسبة للتحليل لهذه المباراة أنا ما أقدر أحلل هاي المباراة لا تحلل. يعني حتى من الناحية الفنية ما في أي رسم بياني موجود للمنتخب أنك أنت تشاهد منتخب قاعد يبني بشكل تكتيكي أو عمل تكتيكي في أرض الملعب غير مجهودات شخص. ليس هو الوحيد، لكن هو من يوصل لك الكرة للمناطق الحرجة بالنسبة للفريق المنافس، أو هو من يكون اللي يعمل الخطورة بالنسبة للفريق. لا يمكن فريق يظل طول مبارياته على لاعب واحد موجود في الملعب، هذا تقصير من لوبتيجي، ويجب أن يكون هناك يعني مكاشفة مع المدرب الصراحة للمرحلة القادمة في البطولات القادمة. مبروك مؤخرا طبعا فلسطين، مبروك لسوريا. شكرا. مايد. طبعا نبارك للاخوان احمد وفهد، فلسطين وسوريا تاهل يستاهلون حقيقه، امانه هم اللي يستحقون في المجموعه. نقول ايضا مبروك للكابتن منذر، فوز يقال اعلاميا حفظ ماء الوجه. تونس حفظت على ماء الوجه يا منتخبنا. اليوم منتخبنا حقيقه سيء للغايه، اقل ما يقال عنه سيء للغايه. لوبتيجي فشل كبير في المباراه، يجب ان نتوقف عن لوبتيجي. هل هو جاي بس عشان يأهل منتخبنا وانتهت مهمته الآن؟ لا، احنا عندنا نبني منتخب 3-4 سنوات حسب العقد اللي معاه، 2 أو 3 أو 4. هل خلاص تأهلنا كأس العالم انتهت مهمة لوبتيجي ونجح خلاص وهو المدرب الكبير واللي نجحنا على سنوات سابقة هو المدرب الآن اللي نجح؟ لا، هذا اللي يعمله الآن عبث حقيقة في التشكيل، في التبديلات، في التدخلات، عبث واضح. يلعب عندنا 4-5 مهاجمين على الدكة ويدخل دفاع جناح يسار، وبعدين تبديلاته غلط، ويسحب أحمد علاء ويدخل مونتاري متأخر، ولما نحتاج إلى جناحه يطلع رأس الحربة. يعني عبث حقيقة، عبث من لوبتيجي. يجب مساءلته، يجب الجلوس معاه ومساءلته. ليش خسرت المباراة الأولى؟ ليش خسرت المباراة الثانية؟ ليش تعادلت في المباراة الأولى؟ جلسة صراحة، باقي 6 شهور عن كأس العالم. احنا رايحين كأس العالم على الأقل نظهر بمظهر جيد في فريق يستحق على الاقل التاهل. ما نقول احنا رايحين الاول مشاركه، لكن يجب ان يكون على الاقل فريقنا جيد. فريقنا احنا مستضيفين البطوله في كاس العرب، جوائزها الماليه كبيره، جمهور كبير حاضر ملعب البيت، ونظهر بهذه النتائج السلبيه حقيقه غير مقبول.